بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عندنا اليوم طبيخ البامية بمكوناته السهلة والبسيطة. عندنا نص كوباية أو كوب إلا ربع زيت. عندنا لحمة. عندنا 3 بصلات حجم متوسط. عندنا صندوق ماجي ممكن حبة أو حبتين. هنا نشوح البصل، نشوحه في الزيت لحد ما يصل لنا لون أصفر فاتح. بعد ذلك نضيف له اللحمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. هنا بنشوح البامية ب3 ملعقة من الزيت عشان تكون لونها خضرة وجميلة، وأي خضر من شوحه في الزيت بيطلع طعمه حلو في الطبيخ. مسافة 2 أو 3 دقايق. بعد ذلك نطفي عليها النار. ما تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد. البامية دي هي الحجم المتوسط، في الحجم القصير وفي الحجم المتوسط. احنا بنفضل الحجم ده يعني لأنه متعودين عليه وطعمه حلو خالص. هنا بعد ما صقعنا البامية نزلناها ورجعنا البصل مرة تانية عشان يصل اللون الذهبي. هنا ضفنا له اللحمة بنشويها كمان مع البصل والزيت مدة 2 أو 3 دقايق تقريبا. بعد ذلك عندنا الرز. ممكن نعمله بالطريقة، بدل ما الرز بالشعرية نعمل الرز محمص. نعمل 4 كوباية زيت وملعقة بتاعت زبدة. بنشيل قليل من الرز بنحمره في الزيت لحد ما يصل لنا اللون الأصفر الفاتح. بنحركه مدة 2 أو 3 دقايق لحد ما يصل لنا اللون الفاتح أو اللون الذهبي شوية. بعد ذاك بنرجع بنضيف له باقي الكمية تحت الرز. عندنا 3 كوباية بتاع رز بسمتي مغسل ومنقوع جاهز. نتعصب في المرحلة دي. بعد ده بنضيف لها باقي الرز في المرحلة المطلوبة، يعني بيكون زي كأنه رز بالشعرية أو أحلى من الرز بالشعرية. هنا بنضيف كمية الرز 3 كوبايات المغسولة ومنقوعة. نقدر نضيف له هيل أو نضيف له ليم، ورق قار، قرفة، الحاجة الموجودة في المطبخ بنضيفها، أي نكهة للرز. وإذا حبيت تعزز الطعم ممكن تضيف له مكعب بتاع ماجي. يعني بعد ما قلبناه نكب كمية الموية ونضيف لها الملح. بتخليه في نار هادئة مسافة تلت ساعة أو ربع ساعة. بعد ذاك بيستوي. هنا بعد ما البامية البصلة بتاعتها مع اللحمة دابت ضفنا لها البهارات المشكلة عندنا، الملح والفلفل، أي بهار موجود عندي في البيت. بعد ذلك نضيف لها البامية مشوحينها بالزيت. بعد ما دوبنا البصلة تماما وضفنا لها صلصة، وإذا عندي طماطم ممكن تضيف لها حبة بتاع طماطم مخلوطة. يعني احنا نقول سبكنا الدمعة. بعد ما تسبك الدمعة نضيف لها البامية. بالطريقة دي البامية بتنقط بسرعة
ما بتاخد معاك زمن كتير في النار. هنا عندنا الرز جاهز. اشتركوا في القناة وما تنسوا تفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد. ما ننسى أخواننا في فلسطين من الدعوة، ربنا ينصرهم ويثبت أقدامهم. كده عندنا هنا الرز جاهز والبامية جاهزة. يلا كده الأكل بالخبز أو بالرز، وبالعافية عليكم وعلى من أكلها، وفي أمان الله. ما تنسونا من وضع اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد. مع ألف سلامة.